عايز اسال حكم الدين. انا كنت في عمره ومراتي خرجت بدون اذني. كان في عمره ومراته خرجت راحت فين يا ابو محمد؟ خرجت راحت عند والدها، واخويا منحها قال لها ما تخرجيش عشان اخويا سايبك امانه معايا. امانه يعني ايه؟ انا احطها في جيبه يعني؟ لا يعني احنا استنى اخوك مش فاهم حاجه وانت كمان مش عارف حاجه. الله، سايبك امانه يعني ايه؟ اما تروح عند ابوها يبقى ضيع الامانه وضيعت هي الامانه. سايبك امانه ما تروحش ترقص بالليل وتعريان. سايبك امانه ما تدخلش واحد اخوك ما يعرفوش. انما ايه سايبك امانه يعني؟ امانه اخوك يدي لها الاكل لو جاعت وانت ما سبتلهاش مصروف كتير ويسوق لها، لكن اخوك لا يمنعها ولا له ولايه عليها. وبعدين ايه خرجت من غير اذن دي؟ وانتوا مفكرين كده كل واحد يتجوز واحده انه حطها في في حاجه اسمها الاذن المعروف اللي مش محتاج تجدد نهائي. انت متجوزها وعارف انها هتروح كل يوم السوق وتجيب الكرومبه والطماطم وتيجي، او موظفه تستاذنها كل يوم بعد اذنك اروح الشغل 7 الا ربع، بعد اذنك اخد فطاري. في ايه يا جدعان؟ هي بعد ايه استاذن لحاجه جديده؟ المعهود معروف انه ما فيهوش استئذان. المعهود تستاذنك كل بعد اذنك ادخل الحمام. هي المراه للدرجه دي حته كره شراب؟ لا يا ولدي الله يخليك. راحت لابوها لم تأسن، واخوك مش فاهم معنى الامانه، واحنا رايحين عمره نقول لبيك اللهم لبيك ونخرب الدنيا هنا. مراتك راحت عند ابوها يبقى تصل رحمها وتخرج وتجيب تروح السوق، واخوك امانته